احنا الاشياء اللي ضفناها من عندنا على مشروع 100، تبرعنا من عندي شخصيا للشركه لانه كان اكو عائق. احنا نريد ننجز المشروع في وقت قياسي اولا، يعني اقل من المده المحدده بفتره كبيره. اضافه نريد نوصل للناس انه احنا عندنا امكانيه وقدره ان نحقق شيء على الارض، مو فقط ادعاءات. تدري الناس ما عندها ثقه، صار 20 سنه ما شافوا شارع تبلط، حديقه ما موجوده، مكان ما موجود، بنايه صغيره ما موجوده. هاي كلها اشياء الناس فقدت الثقه والامل. فاحنا بدنا نزرع الامل في شيء يشوفوه قدامهم، يباعوه، يمشون به، يلمسوه بديهم. فالخطوه صارت الاتيه، خلتنا انه نتحفز ان نحدد ذني النقاط، لانه هاي الاجراءات البيروقراطيه المعقده هسه ربما اكو تخصيص، اكو مبالغ، بس الدوله ما راح تصرف. مثال على ذلك، احنا معمل الغاز، حتى ننقل معمل الغاز من مكانه، حتى نتدخل، راح يعني اتكلم في قضيه يمكن المواطن ذا يسمعها يستغرب. معمل الغاز ما خليت رئيس وزراء، وكيل وزير النفط، يمكن انا 9 اشهر دار اكمل اجراء بس انقل معمل الغاز، وصار حديث ودعايات، فقضايا ما إلها معنى، الى ان اضطرينا انه نتبرع من عندنا ننقل المعمل على نفقتنا الخاصه، والدوله بس نطت ارض، المنشآت والنقل كله على حساب الشركه ما تقبل، والدوله ما عادت تعطي، والمحافظه ما عادت تعطي. شنو الحل عندي؟ يبقى الشارع متوقف؟ فنتحملنا هاي القضيه حتى نريد ننجز المشروع. هاي عقبه. مثلا العقبات الاخرى، موضوع الامر الغيار ل 10% صلاحيه وزاره التخطيط، 3 اشهر 4 المعامله ما مشت بالتخطيط لاسباب سياسيه، يعني واضحه عندي انا الغرض من عندها. ولا هو المشروع موجود، تجي لجنه من بغداد دا تباوع، الشركه صار عليها فروقات، ضافت اشياء مثلا وحده الرش المركزيه، الكهرباء، العوامد الاضافيه، هاي كلها مبالغ على الشركه، والشركه ما لها علاقه بهذا الموضوع. فتحملنا الوزر هذا الفرق اللي بغض النظر ايش قد يكون هو 200 مليون 400 مليون 300 مليون، حتى نقدر ننجز بالمشروع، لان اذا توقف امر الغيار توقف المشروع. هاي كلها بيروقراطيه معقده يحتاج لها حلول. اخرها مثلا كان موضوع المجاري والامطار. المجاري صارت بالمشروع اكو مجاري من طريق يعني مساحته كبيره 10 كيلومترات، العرض 100 متر، فهاي مياه الامطار لازم تربط الشبكه، وهكذا ذن النقاط كلها. فاحنا تحملنا ذني حتى نقدر ننجز الشارع. وانا بالنسبه لي سعادتي انه من زرت الشارع وواقف بالشارع وباع الاناره مالته واشوف الناس تفتر بالشارع، بالنسبه لي السعاده يمكن ما اقدر اوصف لك اياها بالنسبه لي. تحالف العزم، المهندس مثنى عبد الصمد السامرائي. التسلسل 1، رقم القائمة 241.